بتتهمي مين بالشروع في قتلك؟ ما بتهمش حد. سكوتك مش هيفيدك، بالعكس ده هيضرك. اسألك السؤال مرة تاني، تتهمي مين بمحاولة قتلك؟ أهلي. أيوة، مين من أهلك؟ كلهم. دي حكاية طويلة أوي. طيب ممكن تحكيها؟ حكايتي ابتدت من زمان قوي. ابتدت وقت ما قررت صوفيا إنها تسيب باريس وتيجي تعيش وتشتغل في مصر، بعد لما لقت وظيفة بمرتب مغري جدا في مصنع ملابس. صوفيا أبوها مصري من اسكندرية وأمها فرنسوية، عاشت طول عمرها في باريس وكانت بتنزل اسكندرية أجازات. درست في أكبر معهد للأزياء في باريس. كان حلم عمرها إنها يبقى عندها جاليري بتاعها. كان حلمها إنها تحول اسمها لبراند. شغلها الجديد كان هيساعدها إنها تحوش عشان تحقق بداية حلمها. وصلت صوفيا الخان، وده كان اسم المكان اللي المصنع موجود فيه. صحاب الخان كانوا 3 اخوات، سليم، سليمان، وسعد، اللي صوفيا عرفته عنهم إنهم من أصول سعودية. لحد سليمان ابنه مش سايب بنتي في حالها، معاكسات ليل ونهار. ما حدش قال لها تلبس كده. وانت ما حدش قال لك تتكلم. ما هو ايه، اسكت خالص. بقول لك ايه، ولاد ابنك يرجع البلد يعيش مع سته هناك، مش عايز اشوفه في الخان مرة تانية، فاهم؟ وانت بدك ما تخرجش من الدار لمدة شهر، ما اشوفش خلقتها في الشارع. يلا غور انت يا اخويا، غور. سليمان كان بينفي ويحبس، وكل حاجة ماشية بأمره. ما هو كبير الخان. ليه يا ابراهيم ما صلحتش المكنه لحد دلوقتي؟ انت عارف الانتاج قل قد ايه بسبب المكنه دي؟ سعد كان شغال بإيده وأسنانه، كان راجل بتاع شغل زي ما الكتاب بيقول. أما سليم بقى في حتة تانية خالص، حماسه قل من ناحية الشغل، وقرر يستمتع بالفلوس الكتير اللي عملوها. بقى كل يوم سهر، وخصوصا بعد وفاة مراته. العاصمة أبهرته وتحول لبرنس الخان. احنا عايزين نجيب مكن جديد، وده مش هيكلفنا كتير، وكمان انا مجهزه تصميمات هتنافس المعروض في باريس. ومحتاجين من بكره ان احنا نوقف توزيع منتجاتنا على الموزعين. ليه يعني؟ عشان هنوزع من محلاتنا. بس احنا ما عندناش محلات. ايوه، هيبقى عندنا. عشان كده احنا من بكره محتاجين ان احنا نلاقي 8 محلات في مناطق حيويه، وهنجيب حد يعمل لوجو ويعمل ديزاين، وكمان هنشوف اسم جذاب. صوفيا نقلت ولاد شديد نقلة كبيرة جدا، خلت مصنعهم أكبر مصنع ملابس في مصر، لحد ما حصلت حاجة قلبت كل الموازين. ولاد شديد حبوا صوفيا، والمرعب في الموضوع إن محدش قال للتاني. الغيرة قادت وسط الإخوات، بقت حرب، خصوصاً بعد ما الكل شاف وعرف إن صوفيا قلبها مال لسليم. اللي أول ما لقى فرصة استغلها واعترف لها بكل اللي جواه. عجبك الورد؟ سليم، ميرسي. صوفيا. حاج سليمان؟ ايوه حاج سليمان. ايه، شفت عفريت ولا ايه؟ لا، اتخضيت بس. عامله ايه مع سليم اخويا؟ عامله معاه ايه اللي هو ازاي يعني؟ يعني العلاقه اللي بينكم، ولا تكونيش فاكراني مش عارف؟ عارف ايه بس؟ شوفي، أنا أمير الخان
يعني اعرف دبة النملة. مش معقول الناس تبقى عارفة وانا ما اعرفش. صدقني مفيش اي حاجه بيني وبين سليم. طمنت قلبي. انا مش فاهمه حاجه. شوفي، من اول يوم جيتي فيه الخان انت عجباني، وانا ما بظلمش حد. شوفي يا بنت الحلال، انا عايزك في الحلال. هجيب لك اكبر واعظم بيت هنا في الخان، والمرتب اللي كنت بتاخديه في المصنع هتاخدي كده مرتين، وتعيشي في بيتك بتستتي. قصدي بيتنا. قلت ايه؟ قلت ان انا ما اقدرش اسيب شغلي، وما اقدرش اكون مع راجل متجوز، وما اقدرش اكون مع شخص ما فيش بيني وبينه اي مشاعر. حاج سليمان، انا بعتبرك اخ كبير، وبحترمك وبحترم بيتك. بعد اذنك بني. وطبعا اخوات سليم ما سابوهاش في حالها، خصوصا سليمان اللي كان اول مرة في حياته يبقى عايز حاجة وما تحصلش. صوفيا قلقت واتوترت بعد اللي عمله سليمان، خصوصا انها عارفة انه مش سهل، ومن المستحيل حد في الخان يرفض له طلب. بس اللي ما كانتش تعرفه ان توترها هيزيد. ايه اللي بتعمله ده؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اشمعنى سليم يعني؟ ما احنا حلوين برضه ولا ما نشبهش؟ كلمة تانية كمان وهلم عليك المصنع كله. صوفيا كانت في حتة تانية ومش مركزة معاهم. بعد ما مامتها اللي كانت متعلقة بيها قوي ماتت، عاشت في اكتئاب وحزن، وما خرجهاش من اللي هي فيه غير أهل الخان اللي وقفوا جنبها، وده خلاها تتعلق بيهم أكتر. ومش هما بس، سليم لعب دور كبير في الفترة دي. انا جاي اخد موافقتكم على جوازي. من مين؟ صوفيا. ما تنفعكش. بعد فاطمه هتتجوز صوفيا؟ مالها؟ بنت شاطره وب100 راجل. لا بس مطلوقه وسط الرجاله في المصنع. باحترامها. انت جاي تبلغنا ولا تاخد مشورتنا؟ اذا كان رايكم كده يبقى انا جاي ابلغكم. ومن اللحظة دي الحرب اتحولت من حرب باردة لحرب في منتهى الشراسة. سليم ركب دماغه واتجوزها، وعمل فرح ما اتعملش ولا هيتعمل زيه في الخان. سليمان وسعد كانوا رافضين انهم يروحوا، لكن سليمان غير رأيه في آخر لحظة عشان يمنع أي قيل وقال من أهل الخان. كانت ليلة سعيدة على رأي أهل الخان. عاشوا أيام حلوة قوي. ما هو البدايات مفيش أحلى منها. ويوم رجوعهم المصنع العمال احتفلوا بيهم. كانوا شايفين قصة حب سليم وصوفيا قصة ملهمة، بس نهاية اليوم ما كانتش في الحسبان. هي ايه اللي جابها معاك؟ جايه تشوف شغلها. احنا من ميتة كان عندنا حريم بتشتغل. الله، ما هي كانت شغاله هنا اصلا. الكلام ده قبل ما تتجوزها، انما دلوقتي سلو بلدنا، لا ستاتنا ولا بناتنا تشتغل. قانون النجع هو قانون الخان. اللي كان بيطبقه ابوك في النجع بطبقه انا دلوقتي في الخان. عشان كده قلنا لك بلاش من الاول. يا سليم، انا ما اتعودتش اقعد من غير شغل. انا لو قعدت في البيت ممكن تحصل لي حاجه. معلش يا حبيبتي، هي العادات والتقاليد في عيلتنا كده. وليه ما قلتش من الاول؟ انا كنت متخيل انهم هيعدوها ومش هينشفوا دماغهم. معلش، ما حصلش حاجه. صوفيا بتشتغل من وهي عندها 18 سنة. كان بالنسبة لها اللي حصل صدمة كبيرة، واللي كان صادمها أكتر إنها ما حستش إن سليم حاول مع إخواته. اكتئبت صوفيا اكتئاب شديد بعد ما سيبوها الشغل وقعدت في البيت.
واكتئبت أكتر وأكتر من اللي شافته على إيد سليم. سليم عمل زي الطفل اللي كان نفسه في لعبة، وأول ما جاتله لعب بيها شوية وبعدين زهق منها فأهملها وبوظها، وبعد كده كسرها. صوفيا شافت على إيده أيام سودة، إهمال وصوت عالي ومد إيد وخيانة. اتحملت كتير، اتحملت فوق طاقتها لحد ما بقتش قادرة، فقررت تمشي. وفعلا مشيت، استغلت سهر سليم اليومي ولمت هدومها ومشيت. ناس من الخان شافوها وبلغوا سليم اللي طلب من سليمان يخلي رجالته يدوروا عليها. صوفيا بقت تجري، خايفة يمسكوها ويرجعوها السجن اللي كانت عايشة فيه تاني. لحد ما وقعت من طولها مش دي مرات سليم بيه؟ ايوه ده ست صوفيا. وفقدت الوعي. نقلوها على المستشفى وسليم راح لها على هناك لحد ما الدكتور وصل، بس ما وصلش لوحده، وصل بخبر صار لسليم وغير صار لصوفيا، والندم كان باين عليه. حمل صوفيا غير لها كل خططها. صوفيا قررت تتحمل عشان خاطر اللي في بطنها، خصوصا انها ما بقاش عندها دخل تصرف منه. وفعلا اتحملت كتير، مش بس من سليم، من حسام ابن مراته الأولانية. حسام mon chéri, je te fais quelque chose à manger؟ أعمل لك حاجة تاكلها؟ ما باكلش من ايدي. ليه يا حبيبي؟ لحسن تسميني. مين اللي قال لك الكلام الغريب ده؟ عمي. اسمك ازاي؟ ده انا بحبك يا حبيبي. بس انا ما بحبكيش. يلا يلا بسرعه بسرعه. شد حيلك معايا. ربنا معاك. سلام عليك. شد حيلك. لحد ما وصلت للدنيا بعد ولادة صعبة لصوفيا. ما أنا بنت 7 شهور وما وصلتش لوحدي، وصلت ومعايا الخير كله للخان وسموني دليدة. من يوم ما اتولدت بقيت أنا وأمي أصحاب. علمتني كل حاجة اتعلمتها في الحياة. علمتني ازاي ابقى إنسانة، ازاي يبقى قلبي مليان بالحب والرحمة. علمتني الرسم، وحببتني في الفاشن. لدرجة إن من وأنا عندي 5 سنين برسم فساتين من تصميمي. كنت طفلة عندي شعبية، كل الناس في الخان كانوا بيحبوني. حبيت الخان، حبيت أهله الغلابة الطيبين، أهله اللي اعتبرتهم أهلي أكتر من أهلي اللي دمي من دمهم. كل سنة كانت بتعدي عليا كنت بحب أمي أكتر، وكنت بقدر اللي عملته وبتعمله عشاني أكتر وأكتر. أمي ما كانتش بالنسبة لي أم، كانت بالنسبة لي الحياة. كنت مهونة عليها كل حاجة حصلت لها وبتحصل لها. كانت بتخاف عليا قوي من أهلي عشان عارفاهم كويس، وعارفة إنهم بيكرهوني من وأنا لسه في بطنها، بس عمرها ما كانت بتنقلي الخوف والكره اللي عايشين وسطيه.
كانت دايما بتخليني أحلم. مع أمي رحت الأوبرا، اتفرجت على المسرح وسمعت مزيكا وقريت كتب. وأول مرة في حياتي أروح مع أمي فاشن شو، سألتها: مين دي يا ماما؟ دي صاحبتي يا حبيبتي، كانت بتدرس معايا فاشن في باريس. هي كملت وانا لا، بس كان حلم اوصل للي هي وصلت له. طب وانت حلمك ايه دلوقتي؟ حلمي اني احقق لك حلمك بدل حلمي اللي مات واتدفن في الخان. حلم اني احقق فيكي اللي ما قدرتش احققه في نفسي. حلم انك تعيشي العيشه اللي ما عشتهاش وتشوفي الدنيا اللي ما شفتهاش. ومن اليوم ده اللي بعتبره من أحلى أيام حياتي قررت أحارب عشان أحقق حلمي وحلمها، مش عشان اتبهرت بالعرض والمودلز والأوت كوتور، لأ، عشان كلامها لمسني وأثر فيا. برافو يا دليل. بجد عجب حضرتك؟ جدا. مش عارفه، انا حاسه ان هو ناقصه حاجه. لو تنفذ زي ما هو مرسوم بالظبط هتاخدي امتياز في المشروع ده. انا مش قادره اصدق ان انا هتخرج السنه دي والله. هتخرجي السنه دي لكن مش هتسيبي الكليه، انت لازم تكملي ماجستير ودكتوراه. انا مش هسيبك. انا بيعدي طالبه عليا موهوبه مجتهده زيك مره واحده بس كل 10 سنين. بس بصراحه انا مش شايفه نفسي في موضوع التدريس ده. امال عايزه تعملي ايه؟ يعني انا حلمي ان انا يبقى عندي الاتيليه بتاعي ويكون موجود في كل حته في العالم، وكل بنات مصر يشتروا من عندي وهفتح نفسهم على اللبس. ان شاء الله، ليه لا؟ كملي. اتفضل يا حاج. هات يا اختي. صباح الخير استاذه نور. صباح النور. صباح الفل. صباح الفل، صباح الورد يا نور عمري. يا عيني يا عيني، ايه الحب ده كله؟ نفسي افهم يا بنت، انت بتعملي ايه بتخلي ابوك يحبك الحب ده كله؟ جري يا ولد، تحدق علينا. دي الوحيدة اللي سليمان شديد الطاهر ما عرفش يرفض لها طلب. يا سيادها، وانت يعني برفض لك طلب؟ خلاص، يبقى نلغي المشوار اللي انا رايح اعمله. اهي جري يا ادهم، يعني انت مش عايز تاكل الغلابه؟ مش عايز تامن مالك وتكبر ارضك؟ يا بابا احنا كده مش بناكله، احنا بنشتري زمام. وبعدين انا مالي مش محتاج 30 آلي عشان أأمنه، وأرضي بسم الله ما شاء الله ملهاش آخر. كلامك صح، بس اللي انا بعمله اصح. طب أقول لك، ما نحطهم في المصنع، نزود خط إنتاج جديد، نزود عدد المحلات. ده مين هذا؟ انا حاسس ان سعد اخويا هو اللي بيكلمني، مش ادهم ابني. لا ادهم يا بابا. يا حاج ده ابنك يا حاج، خد ودي يعني كده معاه في الكلام. مالكيش دعوه يا اختي، مالكيش دعوه. طب ينفع انا اتدخل في الموضوع ده ولا ايه؟ اهي انت تتدخلي زي ما انت عايز. امسكي يا نور. هعمل بيهم ايه دول يا بابا؟ امسكي يا نور. يا بابا والله ما محتاجاهم فعلا. خلاص امسكي بقى. امسكي يا بنتي، امسكي يا حبايبي. سلامة يا حبيبي. سلام، انت مالكيش غيري. خد بالك من نفسك يا ابني. سلام سلام يا اخويا. سلام يا حبيبي. سلام. بقول لك ايه؟ انا زهقت. هانت كلها كام اسبوع ان شاء الله. يعني هم كام اسبوع دول اللي هيفرقوا؟ يفرقوا مع صوفيا والله. بعدين انت عارف ان هي ما عندهاش بنات بتتجوز من غير ما تتخرج. هم يعني هيشغلوكي بشهادتك؟
لا هم مش هيشغلوني، بس انت هتشغلني ولا غيرت رايك؟ يا ستي انا ما غيرتش رايي، انا بس مستعجل يعني. خلاص يا ادهم، في ايه؟ استعجل من بعيد. بعدين انا اصلا ما فهمش الرجاله بيعملوا كده ليه على فكره. انا اقول لك ليه، عشان ما بيبقوش واثقين في نفسهم ولا في الشخص اللي قدامهم. بس سليم واثق في نفسه، واللي انا اعرفه ان هو واثق في صوفيا كمان. بابا عمره ما حب صوفيا، عمره ما حبها عشان يعرف هي بتحب ايه ولا ما بتحبش ايه. عمره ما حبها عشان يقف قدام اهله وعاداته وتقاليده. سليم كان شايف صوفيا حاجه حلوه قوي وكان عايز يملكها. سليم اناني، ما بيحبش غير نفسه. يا شيخه حرام عليكي، ده بيحبك جدا. انا عارفه والله، بس السلبيه بتاعته مع مراته وابنه ومعاملته الوحشه لامه مخليني مش عارفه اشوف ولا احس الحب ده. طب وانا ادهم مين؟ ادهم مين؟ ادهم ده اجمل حد انا شفته في حياتي، احسن بني ادم انا شفته في حياتي فعلا. ليه؟ اشمعنى؟ عشان هو حنين قوي، وعشان هو اخويا وصاحبي وابويا وحبيبي. عمري ما حبيت ولا احب حد غيره. ما فرقش بقى الكام اسبوع دول. خلاص يا ادهم ارجع ورا، بقول لك ايه، انا لازم امشي عشان اتاخرت. يلا. يلا يا ابني، مش جاي معايا المصنع؟ لا يا حبيبي، عندي مشوار كده وهبقى حصار. مشوار فين؟ رايح لناس صحابي كده، احتمال نسافر يومين اغير جو. ما انت على طول بتغير جو. ما تسيبه يا سعد، في ايه؟ انت عايز على طول مرمي جنبك في المصنع ولا ايه؟ مرمي جنبي في المصنع؟ ده انا بقالي شهر ما شفتوش هناك. انا؟ ايوه انت. عملت ايه بقى في موضوع قطع غيار المكن اللي قلت لك جيبهولي؟ ولا المحلين اللي قلت لك اشتريهم لي في كفر الشيخ ودمياط؟ ما عملتش حاجه طبعا، لان انت عارف انا ده مش دوري. انا دوري ان انا اكبر البيزنس، يعني اجيب فرع عليه القيمه في دبي، نفتح مقر شيك هنا. ما اسمهاش يا اخويا تكبر البيزنس، اسمها انك عايز تتمنظر. ايوه يا بابا، المنظره دي هي اللي بتجيب فلوس على فكره. يعني هات لك بدلتين كده شيك جداد زي ما قلت لك، او حتى غير العربيه اللي بره. اسمع مني، الدنيا هتتبدل معاك. بصراحه يا بابا عنده حق. انتوا كان حقكم تطلعوا ولاد سليم مش ولادي. خليك يا اخويا جنب امك. حسام، انا عايزك تعمل لي كام مشوار كده. هتطلع التوكيل تستلم لي العربيه الجديده وتخلص فلوسها معاهم. ماشي. عربيتك بس؟ وادفع كمان مقدم عربيه نجلاء. بعد كده عدي على محل البدل في المهندسين، استلم لي ال5 بدل الجداد بتوعي، وبالمره ادفع دفعه الحجز بتاعت الفيلا اللي في زايد اللي قلت لك عليها. بس هو انت مش شايف ان كده كتير؟ كتير ولا قليل؟ انت دافع حاجه من جيبك؟ ما انا قلت لك قبل كده ان جيبي هو جيبك. الفلوس دي لو اتحطت هنا في حته ارض في الخانه هتبقى افيد بكتير. افيد في ايه بس؟ افيد في اننا نفضل كبار. وانت مش شايف عم سليمان بيعمل ايه ولا ايه؟ مش شايف كميه الاراضي اللي عنده؟ ده نص الخام ملكه. الفلوس هي اللي بتعمل الهيبه وبتخلي الناس تعمل لصاحبها 1000 حساب. يا حبيبي يا حسام، انا لا عايز الهيبه ولا عايز ال1000 حساب. انا عايز اعيش اتبسط. ايه يا حبيبتي، عامله ايه في الكليه؟ كويسه الحمد لله. فاضلك قد ايه وتخلصي؟ بنتك في آخر سنة، كلية فنون تطبيقية، قسم ملابس جاهزة فاشن زي ما بتقول هي وزمايلها، وخلاص قربت تخلص. ايوه ما انا عارف. لا أنا قلت أقول لك برضه، يمكن تكون نسيت. عارف يا بابا، انا ممكن اوريك السكتش ده كمان. بص، ايه رايك؟ الله، حلو قوي يا حبيبتي. بجد؟
تعرف يا بابا، لو نفذنا السكتشات دي في المصنع ووزعناها على المحلات، شكل الفاشن في مصر هيتغير تماما. انت شكلك رسم خطتك حلوة قوي. بنتي مش محتاجة ترسم خطط، المصنع والمحلات بتوع باباها، يعني من حقها تحلم. ما هو زي ما هو باباها فهو جوزي. لا مش من حقها لا تحلم ولا تخطط. وانت شكلك ناسي ان احنا ما عندناش بنات بتشتغل يا طنط. يعني ايه؟ يعني يا حبيبتي انا ما بحبش وجع الدماغ، مش عايز مشاكل مع مامك. طب والدراسة اللي بتدرسها والتعب اللي بتتعبه؟ الدراسة اللي بتدرسها دي عشان تسلي بيها نفسها بدل ما هي قاعدة طول اليوم في وشنا. انما احنا من الاول ولا عايزينها تدرس ولا عايزينها تتنيل. طبعا اذنكم. خديني معاكي، خديني معاكي بنتي. دلوقتي يا سليمان، سليم كان محتاج قرشين. يتكلم هو اللي يطلب. انا كل ما اطلب منك يا سليمان بتديني وش. انا بديك وش عشان انت كل شهر بتطلب مني الطلب ده. معلش يا سليمان، ظروف. نفسي اعرف المكسب بتاعك ده بتوديه فين. مصاريف يا سليمان، مصاريف كتير. خلاص، شوف اللي انت عايزه وننقصه من نسبتك. لا، انا مش عايز انقص من نسبتي. هو انا اللي فاضل لي ايه غير 20% من الارض والمحلات والمصنع؟ ما هو ال 20% دي هيتاخد منها المديونيه اللي عليك. ليه بقى؟ ما انا مسدد منها. انت كل اللي مسدده 5%. الكلام ده صحيح يا سعد؟ للاسف صح. لا بقى، هي المديونيه اللي عليها كام؟ نرجع للحسابات، والحسابات هي اللي تقول. كله مكتوب بالورق، وما تنساش انك كاتب بيها شيكات. طب يا سليمان، اديني المبلغ اللي انا محتاجه لغايه ما الحسابات تقول انا ليا ايه وعليا ايه. لا اعذرني يا سليم، الحسابات تقول كلمتها عشان نعرف انت هتسدد المديونيه دي ازاي ومنين، وبعد كده اديك اللي انت عايزه. تشرب حاجه؟ لا يا سليمان، انا شربت. كتر خيرك. ماما مالك يا حبيبتي؟ انت كويسه؟ حبيبتي انا كويسه ما تقلقيش. لا انت مش كويسه، وبقالك فتره مش كويسه. ممكن عشان خاطري نروح للدكتور نطمن. دكتور ايه بس؟ الموضوع مش محتاج، انا هرتاح شويه وهبقى كويس. لا محتاج، عشان خاطري، عشان خاطري يا صوفيا. حاضر يا بنتي صوفيا، حاضر. يلا نقوم نلبس. طيب تعالي ساعديني بقى. عاجبك كده؟ بذمتك في اخ يقول لاخوه كده؟ ايه ده؟ وطي صوتك كده يا اخويا، العمال يقولوا ايه؟ الاخوات بياكلوا ببعض. بصراحه انا اتخضيت، ودي مش قادره تصدق اللي سمعته. انا مش عارف هو بيعمل معايا كده ليه. ده لو غريب ما كانش عمل معاه كده. انت عاوز تعرف هو بيعمل كده ليه؟ ليه؟ سليمان عايز يسيطر على كل حاجه، عايز يشتري نسبتك في الارض والمصنع والمحلات. الخلاصه كده عايز يطلعك بره. استنى، مين اللي قالك الكلام ده؟ انا عرفت، بس خلي الكلام ده بيني وبينك. طب هو هيستفاد ايه؟ عايز يا اخويا يبقى ملك الخان، الكل شغال عنده. طب وانت؟ انا حصر عليا، اكيد هيعمل فيا زي ما عمل فيك، بس دوري لسه ما جاش. طب واحنا هنسكت له؟ لا طبعا مش هنسكت له. امال انا واقف معاك ليه؟ حتى لو وقفتي معاك دي بخساره. هو اصلا ملوش حق في المصنع ولا المحلات، حق ربنا يكون بره من زمان قوي. ده احنا ما بنشوفش وشه غير في توزيع الارباح. هو مقضيها ستات وسهر، والعدل ما بيقولش كده. يعني احنا نبقى بنشتغل ونشقى وهو قاعد في البيت. لا هو مش عاجبه. عنه ما عجبه. احنا نجيب الحسابات ونعرف اللي ليه واللي عليه، يدفع اللي عليه ويحط ايده معانا في الشغل، اهلا وسهلا. غير كده الباب يفوت جمل. يعني دي رايك؟ ده راي اي حد عاقل. لا يا سعد، احنا نشوف الحسابات كلمتها ايه.
مهما كان برضك ده اخونا. اخونا يغرقنا؟ ده احنا كلنا في مركب واحده. مش هتغرق يا سعد، طول ما انا عايش مش هتغرق. خير يا دكتور؟ تمام. في حاجه صح؟ بصوا، انا متعود اصارح المرضى بتوع بكل حاجه. والنبي قول لنا الله يخليك، قلقتنا. مدام صوفيا عندها سرطان على المخ وحالته متاخره قوي. دلوقتي الحسابات بتقول إن مديونيتك زادت عن نسبتك في الأرض والمصنع والمحلات، وكله بالأرقام. يعني المبلغ اللي انا طالبه مش هاخده؟ لا مش بس كده، وفي ايه غير كده؟ أنت هتاخد الشيكات بالمديونية اللي عليك، قطعها مقابل إنك تتنازل عن نسبتك وننهي القصة دي. يعني اطلع بره بالشياكه. ما هو يا إما تدفع اللي عليك يا إما تتنازل عن نسبتك. وماله؟ اقسطه؟ ما ينفعش، أنت عارف أنا داخل على انتخابات ومحتاج مصاريف كتيرة. ربنا يقويك يا اخويا. الله يخليك. وبعدين اوعى تكون فاهم ان الشيكات دي بتاعت المصنع ولا بتاعت اي حسابات، لا ده من حساباتي انا، لكم فاهم ان سعد دفع فيها حاجه. بس المبلغ ده كبير قوي وانا مش معايا المبلغ ده. خلاص يبقى تتنازل عن نسبتك. لا مش هتنازل يا سليمان، مش هتنازل، ومش هسيب الارض والمصنع ولا المحلات، واللي عندك اعمله. وانا رحت اخلص اللي انت قلت لي عليه، بس الحقيقه الشيك اترفض. انا الحقيقه نسيت احط مبلغ في الحساب. هحاول اتصرف واسدد المبلغ. استنى طلع ايه؟ ايه؟ برد ولا ايه؟ ولا كيس دهني؟ لا، طلع عندها سرطان على المخ. ارتحتوا؟ طب بسيط، علاجه سهل. والله العظيم قلبي مش جايبني ان انا اقول لك عقبالك ونبقى نشوف علاجه سهل ولا لا. فلا ولا فالك يا بت. ما تقلقيش يا حبيبتي، ليه علاج. الطب اتطور دلوقتي وكل حاجه ليها علاج. ما تقلقيش يا حبيبتي. وبالمجان كمان. بالمجان؟ ده اللي ربنا قدركوا عليه؟ ده اللي قدرتوا تقولوه؟ مش قادرين حتى تقولوا لها سلامتك؟ يلا يا ماما. بابا، ثانية واحدة. كنت عايزة أطلب منك طلب. منبار يا حبيبتي. الله يخليك، أنا لا جاية أطلب منك إن أنزل أتمرن في المصنع ولا حتى أشتغل فيه، ولا إن أنت تاخد بالك مني ومن أمي، ولا إن مراتك وابنك يسيبونا في حالنا. أنا جاية أطلب منك إن أمي تتعالج ونعمل لها العملية. طيب هي المفروض تتعمل امتى؟ في أسرع وقت. إحنا كل ما بنتأخر بيبقى خطر عليها. وانت عايز تعمليها فين؟ فرنسا. فرنسا؟ ايوه بس كده هتكلف كتير، وانت عارفه ظروفي دلوقتي مش متظبطه. عمك رافض يديني اي فلوس. عشان خاطري ربنا يخليك، والله العظيم ما هطلب منك أي حاجة تانية. طب يا حبيبتي سيبيني كده اظبط اموري وبعدين هقول لك. دالي ده مشاغي، مش تطلبي حاجة من حد تاني.
عشنا طول عمرنا هنا بكرامتنا، ومش هسمح لأي حاجة إنها تاخد مننا كرامتنا، حتى لو كان تمن موتي. بعد الشر عليكي، ان شاء الله. انا مش كده، انت لسه صغيرة وهتعيشي حياتك وهتحققي حلمك. ان شاء الله هتعيشي وتشوفي بعينيكي. بالتالي بقى طريقه الكلام دي ما بقتش متمسكة بيها. لا ما تقوليش كده. ما بقتش متمسكة بالحياة أصلا. أنا الحاجة الوحيدة اللي مخلياني مش عايزة أمشي هي خوفي عليكي. خوفي عليكي يا دليدا يا بنتي، من إن أسيبك تعيشي وسط الناس دي، وسط أخ عايز يخلص منك عشان ياكل حقك، وأب سلبي ومستهتر كل اللي بيعمله إنه هو بيجري ورا السهر والفلوس والستات والشرب، ومرات أب بتغير منك وعايزة تدمرك وتكسرك بأي طريقة، وعيلة بيكرهوكي يا حبيبتي لمجرد إنك بنتي. مش عايزة أسيبك وسط الغابة دي، مش عايزة أسيبك هنا في الخل لوحدك. مش هبقى لوحدي، انت هتبقي دايما معايا إن شاء الله يا حبيبتي، إن شاء الله. انت بتكلمني في نسب في ظروف زي دي؟ بقول لك مراتي بتموت ومحتاجه تعمل عمليه، والعمليه محتاجه فلوس كتير. وانت من امتى بيفرق معاك نسوان؟ انت طول عمرك يا سليم دي تيجي ودي تروح. ها المهم خلصني، ناوي تعمل ايه؟ انا قلت لك قبل كده يا سليمان مش هطلع بره. يعني انت مش ناوي تطلع بره ولا كمان ناوي تدفع؟ لا بلطجه؟ لا مش بلطجه، ولا انا اللي بلطجي. انا لا معايا رجاله شايله سلاح ولا مربي الرعب للخان واهله. قصدك ايه يا سليم؟ ان انا بلطجي؟ لا لا سمح الله. انا لما اكون بلطجي احسن ما اكون سكري وبتاع نسوان. اهدوا يا جماعه، احنا اخوات. سكري وبتاع نسوان، بس ما باكلش حق اخواتي وعايز ارميهم بره. انا ما باكلش حق حد يا سليم، انت اللي عايز تاكل حقي. سليمان شديد الطاهر ما بياكلش حق حد وما بيسمحش لحد ياكل حقه، واذا كان على الراجل فيه 1000 يتمنوا اشاره مني. انت بتهددني يا سليمان؟ خدها مكان ما تحب. طب فرجني يا سليمان، فرجني الرجاله دول، فرجني وانا افرجك الجنان اللي على اصله، الجنان اللي انا بطلته من زمان. شكلك ناوي ترجعني ليه؟ احترم نفسك وبطل قله ادب لحسن اعملها معاك. طب ورينا يا سليمان هتعملها معايا ازاي؟ ماشي يا سليم، هفرجك بس ما ترجعش تزعل. ها هفرجك. هدي نفسك يا اخويا، سليم طيب بس متهور شويه. استغفر الله العظيم. هو كان كاتب لها حاجة؟ لا ما اعتقدش. طب ما تسأله، عشان لو كاتب لها حاجة كده ولا كده يلحق يمضيها على بيع وشراء قبل ما تموت. هسأله. وأنا دورت واتأكدت ولا عندها ولا دهب ولا قمر. كانش بيجيب لها حاجه هو. ايه؟ قاعدين كده ليه؟ بتخططوا لأذية مين؟ بيخططوا لأذية ماما يا بابا، وعايزين ياخدوا منها كل حاجة. لا يا حبيبتي، ده انت اكيد سمعتي غلط. هو انت ايه اللي بتقولي ده؟ انت مرض مخها اثر على دماغك ولا ايه؟ مرض مخها أثر على دماغي؟ تصدق مرض مخها أثر على دماغي. انتوا ايه يا جماعة اللي انتوا فيه ده؟ أنا مش قادرة أصدق إن في بني آدمين زيكم. انتوا ما بتحسوش؟ قلبكم ده حجر؟ ايه الغل والحقد ده؟ أنا نفسي أفهم انتوا بتكرهوها كده ليه؟ أنا أقول لكم ليه؟ عشان هي أحسن منكم وأنضف منكم. وانت اتجننت يا بنت انت باين عليك عايز تتربى من اول وجديد. اثبت مكانك. اقسم بالله العظيم لو حد فيكم حاول يقرب مني ولا من امي انا هاكله بسناني. جرى يا حسام، جرى يا دليده، مفيش احترام لوجودي؟ انت بتزعق لي انا؟ انت سايبه هو بتزعق لي انا؟
ده بدل ما تاخد امي تعالجها في احسن مستشفيات بتزعلي انا. يا بنت ما انا قلت لك لازم اظبط ظروفي الاول. وهي هتستناك لما تظبط ظروفك؟ يا بابا انا مش عارفه اشرحها لك ازاي. احنا ما عندناش امل غيرك. اعمل ايه؟ اوطي ابوس رجلك؟ ابوس رجلك؟ يا جماعه انا امي بتموت بتموت. والنبي يا ادم فهمه ان ماما تعبانه قوي وانها لو ما عملتش العمليه ممكن تموت. يعني خليهم ياجلوا المشاكل اللي بينهم. حاضر والله، انا هتكلم معاه وافهمه ان مشاكلهم مع بعض حاجه وموضوع مامتك ده حاجه تانية خالص. انت مش متخيل كل ما الوقت بيعدي هي بتبقى في خطر ازاي؟ لا انا متخيل طبعا. معلش سيب الموضوع ده. طب اصرف له حق العمليه بس. طب اقول لك، احنا ندي الفلوس للمستشفى على طول، ما تديلوش حاجه في ايده، احنا ما نضمنوش. ولا ربع جنيه، مش بس كده، هحاسبه على كل جنيه خدوا مني قبل كده. بابا دي حالة إنسانية. إنسان إيه يا أبو إنساني؟ أنت بتصدق؟ عمك ده حلنجي ونصاب، تلاقيه عامل علينا فيلم. فيلم إيه يا بابا؟ ده ليه ده عمرها ما هتكدب عليا. قول كده. يا المسألة فيها دليدة بنت صوفيا. يا بابا لو سمحت افهم. افهم إيه؟ وحياتي واشوف شغلك. أنت بتصدق؟ وتلاقي حماتك كمان، قصدي ام دليده ما عندهاش حاجه. عملت كده؟ انا اللي عملت كده. ليه يا اخي؟ حرام عليك. انا كنت هسلم مشروع تخرجي النهارده. لا النهارده ولا بكره، مفيش حاجه هتتقدم، ومش هتروحي الكليه دي تاني. ايه هتحبسني يعني؟ وانا ما قلتلكيش؟ مش انا وابوكي قررنا ان انت مش هتطلعي بره البيت ده تاني؟ يعني هتطلعي من هنا على بيت جوزك، وجوزك ده برضو انا وابوكي اللي هنختاره. بص يا بابا حسام عمل ايه؟ يعمل اللي هو عايزه. ده اخوكي وخايف عليكي واضرب مصلحتك. بعدين انت كده كده مش هتعمل اي حاجه بالشهاده. انت عارفه كويس ما عندناش بنات بتشتغل. ليه كده؟ ليه؟ انتوا ما كفاكوش كل اللي عملتوه فيها؟ حتى لو ده مجهود 5 سنين، ازاي يضيعوا بالشكل ده؟ وانا قطعت من لحمك لا سمح الله؟ يا ريتك كنت قطعت من لحمي. اوه يبقى اشتري لنا غيرهم. الحاجات دي ما بتتباعش. الحاجات دي انا، الحاجات دي مجهودي، دي تعبي، ما بتتباعش. يا اخي حرام عليكم بقى،
حرام عليكم يا ظلمه، حرام تعب البنت. طب ولو التزمت معاك في الشغل تكافئني؟ باللي انت عاوزه. انا عايز اتجوز. يا ريت. ومين بقى سعادة الحظ؟ دليده. انت عمك؟ ايه؟ صعب؟ لا سهل، وخصوصا اليومين دول. سيب لي الموضوع ده، انا هخلصه لك. هيدي خلاص خلاص. ودي حقك عليا، حقك عليا. انا السبب في كل اللي بيحصل لك ده يا دليده. ما كانش ينفع اسيبك تعيشي وسط الناس دول. لازم اخدك ونمشي نعيش بعيد من زمان. وانتي ذنبك ايه بس يا ماما؟ ده نصيبنا، احنا قدرنا كده. حبيبتي انا كنت طول عمري خايفه عليكي، دلوقتي انا بقيت خايفه عليكي اكتر. لا ما تخافيش عليا، انا ما يتخافش عليا. اوعي يا دليده يا بنتي، اوعي يخلوكي تتنازلي عن حلمك، اوعي يقتلوا حلمك ويدفنوه بالحياه زي ما عملوا معايا زمان. اوعي يا دليده يا بنتي. انا مش فارق معايا احلامي يا ماما، انا كل اللي فارق معايا اني اشوفك بخير وانك تخفي ان شاء الله. لا 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 لا، بعد اللي قاله وبعد ما عرفت هو ناوي على ايه مفيش بيني وبين ابوك صلح. طب اسمع مني، سبق بالخير واطلب اقعد معاه. الكلام اللي هو قاله ده قاله في ساعة غضب، يعني بالقعدة الحلوة والكلمة الحلوة كل حاجة تتحل. يجيب لي شيكاتي ويحافظ لي على نسبتي في الارض والمصنع والمحلات، بعد كده بقى نقعد. ماشي، بس كل ده مش هيحصل لما تقعدوا مع بعض. خلاص، هو بقى يطلب انه يقابلني. ما انت عارف ان هو عندي مش هيعمل كده. اذا كان هو عند ايراد انا عند 24. طب ما كده مفيش حاجة تتحل. ان شاء الله عنه ما تحلش. ايه العيلة دي؟ كان نفسنا تكوني معانا النهاردة. لو كانت اللجنة شافت مشروع تخرجك كنت هتطلعي الأولى وتاخدي امتياز. مفتقدينك النهاردة يا دليدة. ده يبقى يوم المنى. ده يبقى يوم المنى ليا انا يا عمي. هو انا طول اناسب عم سليم الطاهر؟ ايوه بس انا كنت عايز نأجل الموضوع ده شوية عشان مرض ابنها. بالعكس، انا شايف ان جوازها من نادر هيخفف عنها. انا مش هخفف عنها بس، انا هنسيها ان ليها ام اصلا. يا ريت يا ابني. انت عارف الموضوع ده لو تم ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ اخوك ممكن يجيله جلطه. ده ممكن يموت فيها. بس قبل ما يموت هيجيب ورا وهيعرف ان الماتش مش 1-1، لا ده 2-1، وواحد ما يقدرش على 2. دلوقتي يا بنتي نادر ابن عمك سعد طلب ايدك مني بشكل رسمي. نادر ايه يا بابا ورسمي ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ بعدين ماما تعبانه. يعني انت مشكلتك في التوقيت مش في نادر. لا، مشكلتها انها ما بتحبوش. هو نادر في مشكله؟ ده قمر. قمر؟ خلاص اتجوزيه انتي. سامع قله ادبها؟ استنى انت يا نجلاء. يعني انت دلوقتي مشكلتك مش في نادر؟ لا مشكلتي في نادر، انا ما بطيقهوش. بعدين انا مش هتجوز غير ادهم. واحنا ما عندناش بنات بتختار هتتجوز مين يا حبيبتي؟ انا بنتي بتختار هي هتتجوز مين. وانا بقول لك لو ادهم ده اخر راجل في الخان مش هتتجوزيه، ولو كل رجاله العالم عايشين في الخان مش هتتجوزي غير نادر. ايه هتجوزه بالعافيه يعني؟ لا مش بالعافيه،
بالعقل. ترضي تتجوزي واحد ابوه كان عايز يأذي ابوكي وترفضي واحد حل مشكله ابوكي مع ابوه؟ احنا ملناش دعوه بمشاكلكم. انتوا ايه؟ هتدفنوها بالحياه؟ مش كفايه حرمتوها من الجامعه؟ منعتوها من دخول المصنع، وكمان تجوزوها حد هي ما بتحبوش؟ حرام عليكم، حرام ستخو، والله كتير. يلا يا حبيبتي. دليده، ايه مني؟ سلامتك، مالك؟ شكلي كده معدي يا سنة. ما تقوليش كده يا ماما عشان خاطري. اسمعي، خدي دي. اوعي اوعي يا دليده، تقلعيها من رقبتك. اوعي اسمعيني عشان ما عادش في وقت. أول ما روحي تطلع امشي من هنا. اوعي يا دليده تقعدي لحظة واحدة زيادة وسط الناس دي. امشي امشي لأي مكان، أي مكان انت بتبتدي في حياتك من جديد، حياتك اللي بجد، حياتك اللي مستنياكي، اللي فيها مستقبلك، اللي فيها حلمك، حلمك اللي أنا ضيعته زمان يا دليده. اوعي تسيبيهم يضيعوه زي ما ضيعوني. ما تقوليش كده حبيبتي، انت لو فضلتي هنا حلمك ومستقبلك وحبك وكل حاجة حلوة فيكي هتضيع. امشي، أنا مش عايزاكي تعيشي وتعيدي نفس حياتي، مش عايزة حياتك تبقى نسخة من حياتي. أنا مش عايزاكي تشوفي اللي أنا شفته. ماما ما تقوليش كده عشان خاطري، ما تتكلميش كده والنبي. حبيبتي انت عشان خاطري تخلي بالك من نفسك، عشان خاطري تخلي بالك من نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ماما، 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 ماما عشان خاطري ردي عليا. ماما ردي عليا، ممكن ما بترديش ليه؟ ردي عليا يا صوفيا والنبي، انت ما بترديش ليه؟ ردي عليا والنبي يا ماما، والنبي ما تسيبنيش لوحدي والنبي. هتعرفي تغسليها ولا نبعت نجيب حد يغسلها؟ اطلعوا بره. نطلع بره؟ اه اطلعوا بره، هي اكيد مش عايزاكم تكونوا موجودين هنا. اطلع بره يا حسام لو سمحت. يا بنتي يا بنتي مش وقته الكلام ده. لا وقته، انت لازم تعرف ان انت السبب في موتها. يوم ما استخسرت فيها العمليه وهم اللي حرضوك على كده وانت سمعت كلامهم. انا برضو اللي هموت امك. اه انت موتها، بس مش النهارده، انت موتها من زمان لما عملتها اسوأ معامله، لما كنت قاسي عليها، لما تجاهلتها، لما اتجوزت عليها. انت عارف لما انت استخسرت فيها تمن العمليه دي كانت اخر رصاصه انت ضربتها، بس دي ما كانتش رصاصه الرحمه، انت ضربتها عشان تخلص منها مش عشان ترحمها. الله يسامحك يا بابا. الله يسامحنا كلنا يا بنتي.
يلا غريت يا بنتي. معلش يا بابا، سيبني انا هنا شويه وانا هحصلكم. طيب. هتوحشيني يا امي. دليدة، ما تزعليش مني يا دليدة. أنا عارفة إن أنا كان المفروض أبقى معاكي من بدري، بس حكم القوي بقى. لازم كل الملفات تبقى تحت يدك. مش عايز ورقة واحدة تكون مع حد غيرك. وعايزك تعدي على المصنع كل شوية وتطمن بنفسك وتبص على المحلات، كل محل تبص عليه. خلاص، جه وقت السيطرة. الحرب قامت يا حسام. الناس اللي جوه دي عامله خطه عشان يرمونا بره. عايز عينيك وسط راسك الفتره اللي جايه وتشد على الكل. لازم يعملوا لنا 1000 حساب. لو ما ركزتش الفترة اللي جاية يا ابني، أنا وأنت هنترمي في الشارع. الوقت اللي جاي صعب وخطر. الوقت اللي جاي يا نطلع ل7 سما يا ننزل ل7 أرض. المعركة بين عمامك ابتدت. في المعارك يا ابني الناس يا تستفاد يا تتباد. أوعدك إني هعيش العيشة اللي انتي ما عشتيهاش، وأوعدك إني هشوف الدنيا اللي انتي ما شفتيهاش، وأوعدك برضو إني أكيد هحقق لك حلمك اللي انتي ما حققتيهوش. ادهم، انا ماليش دعوه بابويا ولا بابوك، انا ليا دعوه بنفسي. انا حاسه ان انا عايشه في سجن، عمال يضيق عليا من بعد امي الله يرحمها. انا لو فضلت قاعده اكتر من كده هنا حاسه ان انا هحصلها. لا بس يا دليدة ما تقوليش كده، بعد الشر عنك. انت لازم فعلا تمشوا من هنا يا ادهم. لازم تروحوا مكان تاني تتجوزوا فيه، تبعدوا بقى عن هنا، مكان تكونوا فيه لوحدكم مع بعض. لو فضلتوا هنا اكتر من كده حبكم ده هيضيع على فكره. ستي انا معاكي في كل اللي انت بتقوليه ده على فكره، بس الموضوع مش سهل كده. انا لو مشيت كده ابوك يموت فيها. وانا لو فضلت قاعده في البيت ده هموت فيها، والله العظيم هموت فيها. بس ما تقوليش كده. يا ترى يا أدهم هتوفي بوعدك ليا ولا لأ؟
يا ترى هتقف قدام الدنيا دي عشاني زي ما طول عمرك بتقولي ولا مش هتقدر؟ يا ترى حبك ليا أقوى من كل الظروف اللي حوالينا ولا الظروف هتغلبك؟ أنا خايفة قوي، خايفة ما تكونش عارف إنك آخر حيطة في الدنيا دي ممكن أتسند عليها. يا رب طمن قلبي يا رب. والله العظيم اقل واجب لو عرفوا ان انا هنا انهم يذبحوني. ما تقلقيش، انا محلفه امي ما تجيبش سيره لابويا. عارفه يا نور، الفستان هياكل منك حته، بس لو احنا اخدنا 3 سنتي من هنا هيظبط. هيلم من كله، فاهمه؟ اه طبعا. بس انتي بقى اللي ايدك تتلف في حرير. بس عارفه بقى ده ليه ده؟ نفسي انزل اشتري لك فستان الفرح بايدي. ما بينلهاش يا نور. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ مصيرهم يتصالحوا وكل حاجه تبقى زي الفل. ابويا وابوكي عمرهم ما هيتصالحوا، دي النار اللي بينهم عماله تزيد. ده انا ابويا شايط ومستحلف انه ما يسيبش حقه، وبعدين حسام عمال يشحن فيه ويقويه. والله يا حسام ده يبوظ اي حاجه، كفايه علاقتنا اللي بوظها. يلا الله يسامحه بقى. تعرفي يا نور، حسام ده ما يستاهلكيش والله العظيم. ده انا بحمد ربنا ان موضوعكوا باظ. انا بس حاطه ايدي على قلبي، حاسه ان اللي جاي مش خير. طب واحنا هنهدي الدنيا دي ازاي؟ ما اعرفش، احنا في ايدينا ايه يعني؟ لفي 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 لفي، خلينا نخلص الفستان. يا حسام، بتشيل الافكار السوداء دي من دماغك يا حسام، عشان اللي انت بتفكر فيه ده لو حصل الخان ده هيولع من اللي فيه. ما يولع، انا عايزه يولع. ما هو لو ولع يا حسام انتوا اول ناس هتولعوا معاه. ده مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام ده؟ بص يا حسام، لو انت معاك 10 رجاله سليمان الطاهر معاه 1000، ولو معاك 10 حتت سلاح فرحان بيهم سليمان الطاهر عنده مخزن سلاح. وانا الراجل عندي 100 من اللي عندكم، وطلعت بتاخد في سكتها 10 رجاله. يبقى براحتك يا معلم، اللهم بلغت. هو انت كنت فين؟ كنت بشتري حاجه. وفين الحاجه اللي بتشتريها دي؟ ولا كنت بتشتري حاجه من بيت سليمان؟ والله العظيم كنت بظبط فستان نور. ظبطي فستان نور ولا بتنقل لهم الاخبار اللي بتحصل؟ انا ونور ملناش علاقه باللي بيحصل يا حسام. انا عارف ان انت كنت بترسيهم وتخليهم ياخدوا بالهم. طبعا، ما هو حبيب القلب واخته عندك اهم من ابوكي. كلهم مهمين يا حسام. انت هتمثلي يا بت ولا ايه؟ كلهم مهمين ازاي يعني؟ والله العظيم كلهم مهمين. ده ابويا ودي صاحبتي، وده الراجل اللي انا بتمنى انه يبقى جوزي. وانت بعد كل اللي حصل ده لسه بتقولي لي صاحبتي والراجل اللي بتمنى يبقى جوزي؟ والله العظيم انا لو فاضيلك لكنت رميتك في الشارع. ارميني في الشارع يا حسام، انا موافقه. هيحصل، ما تستعجليش. اخلص بس من حوار سليمان ده وهرميكي في الشارع. انا مش عارف انت اختي ازاي. نصيبنا بقى، نصيبنا الاسود. قدامي على البيت اللي مش هتخرجي منه تاني. يلا. ارفع ايدك. على فكره بقى انت مكبره الموضوع، مش للدرجه دي. يا عروسه، ها جهزت روحك؟ كله تمام يا بابا الحمد لله. هعمل لك فرح مصر كلها تضحك عنه. بحسك ان شاء الله. امال مالكم؟ مش محسسين يعني انكم فرحانين ومبسوطين؟ لا يا بابا مفيش حاجه. في هات. اصل دليده قالت لها ان عمي سليم مش ناوي يجيبها البر. سليم مش هيجيبها البر؟ خايفه من سليم يا نور؟ طب ايه رايك لو عايزاني اجيبهولك لحد هنا، هو وابنه مربوطين اجيبهم، ولو عايزاني احدد اقامته هو وعيلته كلها ما يخرجوش من البيت هحددها. بنت سليمان شديد الطاهر ما ينفعش تخاف ولا تقلق. تسلم لنا يا حاج. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. خليك يا حبيبتي. قلت لك. يلا، ليلة ليلتك يا عروسه.
وزارة يا ولي. حبيت ماما. بابا ما تصدقش اللي حسام قالهولك. انا كنت بديها الفستان بتاعها. انا مش عايز اتكلم في حاجه يا حبيبتي. انا عايز اقول لك ان انا سايب فلوس مع نجلاء. اعمل حسابك ان انت هتنزلي معاها بالليل عشان تجهزك. تجهزني؟ يعني ايه؟ مش فاهم. تجهزك افهمها لك ازاي دي. يعني اي حاجه ناقصاكي او اي حاجه انت محتاجاها تجيبها لك. ده اسمه تجهيز للجواز. هو انا هتجوز؟ ايوه. انا اتفقت مع عمك على كتب الكتاب والفرح. وانا هتجوز مين؟ نادر ابن عمك سعد. لا طبعا ده مش هيحصل. لا هيحصل يا بنتي. ولا انت عايزه تصغريني قدام عمك اللي لولاه كان زماني محبوس؟ وانا ايه دخلي في حاجه زي دي؟ دخلك يا بنتي. هو ده كان شرطه علشان يخرجني. ارتحتي؟ وانا قلت لحضرتك قبل كده ان انا مش عايزه اتجوزه. انا اصلا ما بحبهوش. ليه بتدخلني في اتفاقيات زي دي؟ عشان انت بنتي. بالظبط. يعني انا مش تلاجة عند حضرتك. انا مش العربيه بتاعت حضرتك. انا مش فلوس في البنك. انا ايه دخلي؟ يرضيكي لو قلت لك اعتبر نفسك فديتيني. وانت يرضيك انك تشتري حريتك بحبسي؟ هو الجواز من نادر حبس؟ يا ريته حبس. ده اعدام يا بابا. عموما انا سبت الفلوس مع نجلاء. كل واحد عارف هيعمل ايه ودوره ايه يا رجاله؟ كله تمام يا ريس. على البركه. طب ما تاخذنيش يا ريس، مفيش خوف ان احنا نتمسك؟ وخصوصا اعتبر انهم كبير يا ريس وعلاقاته جامده وحبايبه كتير. احنا هنا في الخان بنحل مشاكلنا بنفسنا بقانوننا احنا. قانوننا اللي ابويا واخواته رجعوا بيه من نجع زمان. انا كنت عايز اطمن بس يا ريس، يعني محدش هيقرب لنا طول ما احنا القهوه محدش يعرف يقرب لنا. توكلنا على الله يا رجاله. يلا بينا. يا سليم كفاره يا راجل. طلعت ميته. انت كنت متخيل ان انا هقعد اكتر من يومين جوه؟ انا سليم الطاهر برنس الخان. ولا نسيت؟ لا لا نسيتش، بس مستغرب ازاي برنس الخان له عين يمشي في الخان بعد اللي حصل. ليك عين تمشي في الخان بعد ما ركبت اللوكس ونمت مع المتسجلين. ليا عين طبعا امشي وسط الخان لانها لسه ما خلصتش. عارف لو كانت خلصت كنت دخلت بيتي وقفلت على نفسي كافي خير شري. انما عشان ما خلصتش يا سليمان اعمل اللي انا عايزه. خلصت، بقول لك خلصت وانت خسرت يا سليم. اللي زيك مش المفروض يقعد في بيته ويقفل بابه بس، لا ياخد مرته وعياله ويهج بره الخان. ما حدش يستاجر يخرجني بره الخان. انا استاجرك واخرجك منه. اذا ما كانش بالزوج يبقى بالعافيه. يعدي بس فرح البيت وهتسيبه، وزي ما قلت لك الزوج هتسيبه بالعافيه. هتسيبه انت عارف العافيه بالنسبه لي سهله قد ايه. هنشوف يا سليمان. هعمل ايه يعني يا اختي في القرف اللي انا عايشه فيه؟
المشاكل عماله تزيد ومقطعين في بعض، وانا مش عارفه اعمل ايه. هترسي على ايه؟ والله ما عارفه هترسي على ايه. ربنا يستر. السلام عليكم. نور فوق؟ اه فوق. طيب. ادخل. عارفه لو ما كنتيش جيتي انا كنت هعمل فيكي ايه؟ انا عمري ده لو شنقوني كنت هجيلك برضه يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا دليده. ويخليكي ليا. يلا تعالي اعمل لك ميك اب. اقعدي هكمل لك. بصي انا عملت ايه؟ قمر. انت اللي قمر. عملت حسابك هتسيطر ازاي بعد ما تخلص؟ طبعا في رجاله هيطلعوا على المصنع يلموا كل الورق اللي هناك، ورجاله تانية ينزلوا بسلاح يقعدوا في الارض، وبعت كمان رجاله للمحلات. عظيم. والتأمين؟ البيت هيتأمن كويس قوي، بس مش هينفع حد فينا يتحرك غير بجوز رجاله وسلاح. أهم شيء عندي ما تسيبش أي دليل وراك. ما تقلقش، كل حاجه معمول حسابها كويس قوي. كلها كام ساعه ونركب، كام ساعه ونحكم احنا الخام. يا رجال، كل واحد عارف هيعمل ايه؟ اوامرك يا ريس. انا مش عايز ولا غلطه النهارده. تحت امرك يا ريس. تعالى معايا. يلا يا رجاله.
عايزك تبلغ الرجاله يوقفوا كل حاجه انا قلت لهم عليها. مش عايز حد لا يروح المصنع ولا الارض ولا المحلات. طب نعمل ايه يا ريس؟ نمشي من الخان؟ تمشوا تروحوا فين؟ انتوا هتيجوا معايا على البيت تامنوه. عايز عينيكم في وسط راسكم. الليله دي مش هتعدي على خير. تحت امرك يا ريس. يلا يا رجاله. يا رب استر. الدكتور فين؟ يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. في ايه؟ هخش معاه. مش هينفع. دي بنتي. مش هينفع. لازم ادخل، انا ابوها. ماشي بس اوقاتي تفضل هادي. ايوه انا هادي. يا رب ليه؟ في ايه اللي جابك معانا؟ ايه اللي جابك معانا؟ اختي صاحبتي. مش هسمع صوتك. تقتلوا يا وتمشي بخلاص، مش عايزه اشوفها. ماما مش وقت. مش عايزه اشوف حد منهم. امشي بقى وخلي عندك دم. امشي بقى وما تبقاش. انتوا مالكم؟ في ايه؟ ما خلاص. مش عايزه اشوف حد. معلش يا دليده بعدي عنها شويه. انا ما عملتلهاش حاجه، انا واقفه خايفه عليها زيكم. يا جماعه ما ينفعش خالص الكلام ده، خدها ادم في اي حته. يا رب لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك لطف خير ان شاء الله. كفايه بقى. حسام اتاخر قوي. زمانه جاي يا اخويا، ما تقلقش. اهو جاوب. عملت ايه؟ شكل البت بنته هي اللي ماتت. انتوا مين؟ وليه؟ نور، الرصاصه جت فيها ايه؟ متخلف غبي. انت عارف اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ عارف. سليمان هيولع فينا صحيين. ما تقلقش، انا امنت البيت كويس. بيت ايه اللي امنته يا فاشل؟ لما انت مش قدها بتعملها من الاول ليه؟ انت لو قدامك اسد ومعاك طبنجه وفيها طلقه واحده وضربتها ما جاتش فيه، عارف هيعمل فيك ايه؟ هيعمل لي ايه يعني؟ هياكلك يا شبح. وسليمان مش هياكلنا بس، ده هيتبعنا. البنت بنته دي لو جرالها اي حاجه هيفتح علينا ابواب جهنم كلها. ده روحه فيها. هو اصلا ما شافنيش. يا سلام، هو كان مستني انه يشوفك؟ هو عارف ومتاكد ان ما فيش حد يقدر يعمل كده غيرنا. انا مش خايف غير من حاجه واحده بس، ان هو يروح يبلغ. يبلغ؟ يا سلام، طب يا ريته يبلغ. ده لو بلغ يبقى ربنا بيحبنا وراضي عننا. يا اخي غور. اوعي. خير يا دكتور. بقاء لله. اختك عايشه. نور عايشه. لا انت عايشه. استني يا عايشه. انت يا نور. يا نور. نور عايشه، مش كده؟ نور عايشه بنتي. نور بنتي على بابا. يا نور، يا نور انت على ايه يا نور؟ ما تسيبنيش انت كمان يا نور. ما حدش يصوت عليه. ما حدش يصوت عليه. ما حدش يصوت على بنتي. نور عروسه، نور عروسه، وزفتها دلوقتي في السما. زفتها في السما. البت ماتت. انا كنت عارف ان غلطتك اللي غلطتها دي هندفع ثمنها كتير. احنا لازم نسيب الخان ونمشي. لو سيبنا الخان مش هنعرف ندخله تاني. مش احسن لما نموت كلنا؟ مش هنمشي من الخان ولا هنسيب مكاننا. انتوا عايزين الناس يقولوا علينا ايه؟ احنا بدأنا حرب ولازم نكملها. ما تقلقوش، انا مأمن كويس قوي لمجيته. انا ما بقتش خايف من مجيته، انا بقيت خايف انه ما يجيش. يا رجاله، اللي يقرب من البيت يتصفى. تمام يا ريس. ومش عايز رحمه مع حد.
واوعدكم لو اليومين دول عدوا على خير هوريكم نعيم الدنيا هنا في الخان على ايدي. واحنا معاك يا ريس في اي حاجه. طب تفتكر الرئيس الكبير هينوي على ايه؟ اكيد هيحاول يعمل معانا عوض. طب واحنا هنبقى قده بكل الرجاله اللي معاه دي والسلاح اللي عنده؟ احنا هنبقى اقوى منه، لان هو حيالله عايز يجيب حق بنته. احنا هدفنا اكبر من كده، هدفنا نحكم الخان وناخد خيره لينا. يعني مش قلقان يا ريس؟ انا لا بقلق ولا بخاف، ونفسي يجرب عشان ياخد طلقتين ويحصل بنته. ما بقاش عندهم حد تاني يجيب لهم طرهم. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم عافيها واعف عنها. اللهم اكرم نزلها. اللهم وسع مدخلها. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم ان كانت محسنا فزد في حسناتها، وان كانت مسيئه فتجاوز اللهم عن سيئاتها. الفاتحه. قولي لابوكي قتل القتلة، أخليه يتمنى الموت بعد اللي حيشوفه على يدي. مش هنقوله له.